بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بقى احنا هنطلع برا الطبيخ خالص، بس برضو من قلب الحدث ايه في المطبخ. هنعمل ايه؟ انا كنت رايحة اجيب العيش الصبح كده، لقيت واحدة قاعدة بتبيع خيار. عما جبت العيش لقيت الخيار الصغير اتنقط، بس هي حلفت لي ان ده خيار، اول مرة تجمعه، يعني طري طري، مش من زمان ولا حاجة، لسه أول مرة تجريح. فقالت لي الخيار ده أول مرة تجمعه فجديد. فقالت لي ما تقلقيش، يعني الخيارة كبيرة. فأنا قلت لها ماشي، مش هناخده الأكل بس هناخده نخلله. أنا من زمان احنا كنا مخلين معاكم قبل كده بصل وحاجات تانية يعني على القناة كده، وكرنب وحاجات من دي، بس صراحة خلصت. انا بخلي ليا وللحبايب بقى، واللي بعت على حته ما بعرفش احوشها فهي ايه، فخلص. فبألف هنا وعافيه يا رب اللي كان. فانا دلوقتي بقى جبت ايه الخيار ده. الست بقى بعد ما انا جبت العيش ما لقيتش الا ده اللي فضل، الصغير اتنقط بسرعه، وده اللي فضل بس طري طري خالص، دليل على انها بتقول لي دي اول جامعه، يعني هو ايه عادي يعني. فانا هخلله. وهو اصلا المخللات، المصانع، اكبر المصانع في المخللات ما بيستعملوش الا الخيار الكبير. وانا هقول لك على السر اللي يخلي الخيار بتاعك مقرمش ويفضل لاخر حته، لو انت هتعملي شكاره مش 2 كيلو بس. فاحنا كده بقى يا جماعه، ده خيار سريع هعمله لان انا ما عنديش خالص وما بحبش موضوع الشيله ده اصلا. فانا دلوقتي بنعمل الخيار 2 كده ونقطع كده حلقات. انا بقطعها هون. ومهما كان تعملي الحاجه احسن ما تبقى الواحد ايه دايما جنب الاكل كده لازم حته المخلل دي، فما فيش بقى. فانا هعمل معاكم الخيار ده مؤقتا. الخيار ده هتعملوه باذن الله النهارده، بكره باذن الله تاكلوا منه. انا هقطع بقى الخيار بتاعنا ده وبعدين ايه اقول لكم هنعمل فيه ايه. كده بقى يا حبايب قلبي انا خلصت قطع الخيار. تبقى تقطعها بالطريقه دي كده مكعبات بسيطه. انا جبت لبانه اهو، جبت رتل ميه. العيد بتاع المخلل ده بيبقى بالنظر برضو، المهم ان يكون المخلل متغطي بالميه. ده ميه يا جماعه، عندكم بديلين، يا اما هتحطوا ميه عاديه من الفلتر وبعدين اما تخللوا وتخلصي وتسيبيه يوم بليله بره، وما يتخلل تروح حطاه على الرخامه. بعد ما يتخلل ولونه يغير بقى، يبقى اللون نقل التخليل، ونروح حافظينه وحاطينه في التلاجة. يبقى في علبة محكمة الغلق زي دي كده، علبة تلاجة ولا غطاها عشان ما يكرفش اي حاجة في التلاجة، تحافظ عليه لاخر حاجة. تاني حاجة احنا نغلي المية على البوتاجاز ونبردها، وبعد ما تبرد نسيبها المخلل وتسيبيه. يبقى كده انت فلترت المية وعقمتيه ما يرمش ولا اي حاجة، خصوصا ان الجو حار. فندخل على التحضير بقى ايه معايا رتل مية ومعايا ملح اهون. الملح ده حسب يا جماعه، في ناس بتحب المخلل حادق جدا ما تطيش تاكليه، وفي ناس بتحبه معقول. فانا عايزاه معقول يعني. معايا شطه اهي، شطه ناشفه. وبعدين انا بدوق برضو الحدو بتاع الميه دي بعد ما ايه ما بنخلص. معايا تاني، معايا معلقه سكر اهي يا جماعه، معلقه سكر كبيره اهي. الشطه حاميه. السكر ده يا جماعه هقول لكم كل حاجه. شطه حاميه. ودي هريسه، ده هرسة شطة من اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض. شفتوا بتنفع ازاي؟ يعني دلوقتي ايه الست كانت بتبيع خيار وكنت هقف عليه، بس عشان في الفريزر لا طلعتها. على ما قطعنا الخيار كانت فكت اهي حمرا وجميلة. نقلب بقى حاجتنا يا جماعة كده ونحط ايه معلقتين 2 خل بس اهو. وما تخافيش من الخل. الخل اولا بيسرع من عملية التخليل، وفي نفس الوقت احنا حاطين سكر، والسكر بيحافظ على القرمشه، يعني مش هينعم معاكي. يعني في ناس تقول لك خلي، لا ده هينعمه، لا احنا حاطين سكر يا جماعه بنحافظ على عمر الحاجه وبيطول عمرها. وفص توم واحد بس، فص واحد مش اكتر من كده، ريحه بس كده وخلاص. انا ادوب بقى حاجتي كده كويس، ادوب الحاجه كويس اهي. فص توم واحد يا جماعه بس،
خلي ريحه المخلل. وعلى فكره الفص التوم ده المصانع بتحطه وهي بتعمل الدقه بتاعت المخلل اهو. يعني انا بعمل لكم الحاجه بتاعت بره بالظبط، بس في قلب البيت وبنظافه البيت بقى اهو. هدوق بقى كده، لا مش عايزه ملح، وكده الملح يا دوبك. ونسقي بقى، شوفوا الهرسه جميله ازاي. شوف غطا بقى شطه حاميه. هو اصلا هينقص لان في سوائل، وما بيشرب بقى بيبقى ينقص زي الكرنب كده. وهغطي واشوف غطا واغطيه كده بقى يا جماعه. كده انا لقيت الغطا بتاع العلبه اهي. العلبه دي علبه تلاجة، فالعلبه دي علبه تلاجة يا جماعه. انا هقفلها كويس بقى واسيبه على الرخامه كده بكره اخر النهار باذن الله. يعني هو يوم بس 24 ساعه المخلل ده تاكلي منه. بتسيبيه يوم بس. يعني انا عاملاه النهارده اخر النهار اهو، بكره باذن الله اخر النهار هيكون بقى غير لونه وخلاص شرب، لان انا عاملاه تخليل سريع في ثانيه. هتلاقيه هو يوم بس وتاكلي منه مخلل بحل. يعني بالف هنا وشفا ليكي. المخلل ده جميل، جربيه. وما عندكيش مخلل بدل ما تروح تشتري، لا اي حاجه هتخلليها هتنفعك. وهو مخلل شكله شهي وعسل. شوفوا المخلل، شوفوا الدقه اللي هي عباره عن هريسه الشطه. نوعية تاني المقادير اللي ما كانش معانا متابعنا من اول الفيديو، كان معانا خيار متقطع حلقات مكعبات صغيرة، وكان معايا هريسة شطة في الفريزر. يعني عشان تعرفي ست البيت تعرف، او البنات الصغيرة اي حاجة بتعمليها بتنفع. دي كانت هريسة وانا عينتها، خفت عليها لا تبوظ مني، هرستها وعينتها اهي. معلقتين لو مش هي موجودة، انا كنت واقفة على الوصفة دي النهاردة، بس الحاجة عندك بتنفعك. طلعت معلقتين على معلقه شطه ناشفه، على معلقتين ملح، على معلقه سكر، على فص توم واحد يا جماعه، على معلقتين 2 خل. ندوب الحاجات دي كلها، تدوبوها في ميه من الفلتر، او ما عندكيش فلتر تعقمي الميه تغليها وتبردها تماما وبعدين تدوبي فيها الحاجات دي. لازم المخلل يا جماعه يتغطى كويس. شوفوا انا مغطياه وهو منه اهو. وكمان هو اصلا كل ما يشرب، يعني الصبح هتلاقي المخلل ده نقص لتحت كده. ليه؟ لانه كله سوائل، وهيفرز السوائل اللي فيه ويشرب من ده. من الخلطه دي هتلاقيه نقص شويه، فالعلبه هتنقص عن كده كمان. انما هو لازم المواصفات الكويسه ان المخلل يتغطى كده. وده مخلل جميل، على بكره باذن الله هيكون تخلل وبقى زي العسل. وده كان فيديونا النهارده يا جماعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت الفيديوهات بتاعتنا، يا ريت اللي يعجبوا الوصفات بتاعتنا ما ينساناش في الدعم واللايك والاشتراك. احنا عملنا لكم ده فيديو قصير اهون، عشان في ناس عايزه بتحب الفيديوهات القصيره عشان وقت الفيديو، بس احنا بنحتاج الفيديوهات الطويله يا جماعه عشان المشاهد، عشان عدد الساعات يعني اليوتيوب بيطلبها. فاحنا بنعمل من ده ومن ده عشان برضو ما تملوش، والمحتوى بتاعنا بنعمل طويل وقصير اهون. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك. وصلوا كل جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.